السلام عليكم. تعالوا بقى النهارده نخرج كده بعيدا شويه عن جو بقى قعده الاوضه والمكتب والكلام ده. نعمل فيديو كده من وسط الهواء الطلق والطبيعه. في الفتره اللي فاتت كنت بدات كده اشوف تعليقات على بعض الفيديوهات. في ناس بتتكلم ان هي جايه كندا عن طريق تصريح عمل او زياره، دول اكتر حاجتين. وفي ناس كمان كانت بتتكلم في دراسه. فخليني النهارده نشارك معاكم كده بعض النصايح من خلال تجربتي، ان انا كنت موجود في كندا 4 سنين على تصريح عمل مقفول، عشان تعرف برضو لو انت جاي على تصريح عمل او زياره او دراسه ما تقعش في الغلطات اللي انا وقعت فيها. وكمان اقول لك فكره ان هو تبقى موجود مثلا هنا بتصريح عمل او تصريح دراسه او اي حاجه لوقت محدد. يعني الموضوع على قد ما هو سهل في البدايه، انك انت مثلا خلينا نتكلم على تصريح العمل لان هي دي تجربتي، ان انت مثلا لو لقيت حد يديلك عقد عمل وان انت جيت، الاجراءات بتكون سهله جدا. لكن المشكله اول لما بتيجي كندا الموضوع بيبتدي ياخد وضع بقى ياخد منحنى صعب كده شويه، وفي شويه ستريس كده من نوع خاص يعني. طيب خليني اقول لكم على الحاجات اللي هي واجهتني من اول ما جيت واللي فعلا كانت عامله لي مشاكل. اول حاجه هو فكره الضغط، ان انت دلوقتي مثلا جاي في شركه جايب تصريح عمل معين فتره محدده، فانت دايما تحت ضغط ان انت عاوز تثبت نفسك، عاوز تطلع شغل حلو، عايز تعمل شغل حلو عشان يجددوا لك. وللاسف في ناس هنا في شركات يعني بيستغلوا نقطة ان انت جاي من دولة مثلا زي مصر ومحتاج تصريح عمل ومحتاج ان انت تكون موجود هنا في كندا والكلام ده كله، فبيبتدوا يتعاملوا معاك من منطلق بقى اللي هو بص انت كويس بس يعني في احسن. هيفضل يضغط عليك لحد ما يعني يطلع منك احسن ما عندك. طيب الكلام ده في كندا في كندا تمام. بس خليني برضو اوضح يعني للامانه، انا اشتغلت في 3 شركات بتصريح عمل، هي اول شركه بس اللي حسيت فيها شويه الاحساس ده، برغم ان كل المؤشرات بتقول اللي هو انت تمام انت كويس. لان مثلا عندك انا اشتغلت اول عقد ليا كان سنه، فجددوا لي تاني. ولما جم يجددوا لي ثالث مره كنت انا قلت لهم لا انا عايز امشي تمام. فلو كنت اساسا وحش يعني فكانوا مشوني من الاول. وعلى فكره في حاجات كده في العقود بتبقى موجوده اللي هو احنا ممكن نمشيك في اي وقت، على غير المتعارف عليه يعني اللي هو ما يقدروش يمشوك، لا يقدروا يمشوك عادي، العقد بتاعك مكتوب فيه كده. او يعني خلينا اتكلم على المجال بتاعي، يعني البند في بند كده في العقد اللي هو انت لو البرفورمانس بتاعك مش قد كده احنا ممكن نمشيك، وممكن نمشيك كمان من غير نوتس بيريود، يعني اللي هو احنا هنمشيك انت مع السلامه، ده ادائك مش عاجبني تمام. فالناس مش ملايكه هنا يا جماعه، عادي، ناس عاديه جدا وفي طحن شغل وفي كل حاجه يعني. بس طبعا في كل الاحوال هو احسن طبعا من عندنا يعني. فدي اول حاجه، فانت دايما بتبقى محطوط تحت ضغط اللي هو انا محتاج اثبت نفسي تمام. فدي اول مشكله. المشكله التانية اللي واجهتني هي مشكله ان انا كنت واقف كده حاسس اللي هو انا مش عارف اعمل حاجه، انا مش عارف اروح ولا اجي. ليه؟ لان انا دلوقتي عقدي سنه تمام. فلو انا عايز اغير شقه اروح شقه جديده مش هعرف، لان انا لو رحت شقه جديده هيبقى عقد سنه برضو. فاللي هو طب انا قاعد في البلد ولا مش قاعد ولا ماشي. عايز اشتري عربيه مثلا، مش عارف اشتري عربيه. ليه مش عارف اشتري عربيه؟ لان انا مش عارف، انا قاعد كام شهر وماشي. لو اجي بقى اشتري عربيه واجي ابيعها واخسر والقصه دي كلها. عايز اشتري حاجه في مصر برضو مش عارف تمام. فانت دايما اي قرار بتبقى عايز تاخده انت مش عارف تعمل اي حاجه، انت مستني تشوف وضعك في النهايه. وانا قعدت 4 سنين على الحال ده، هقول لكم ليه وازاي. الحاجه الثالثه ودي بقى كانت يعني المميته بالنسبه لي الصراحه ليا انا واسرتي، يعني هي فكره نزول الاجازات، خصوصا يعني لو انت معاك اسره، لو معاك اطفال عشان المدارس. لو انت معاك اطفال فانت غالبا هتحتاج تنزل في الصيف، في اجازه الصيف تمام. حظي انا بقى ان انا ساعات كان بيجي لي يعني اول عقد ليا، اول عقد عمل هنا في كندا كان من شهر 6 لشهر 6 اللي بعديه، من شهر 6 لشهر 6 تمام. كان 12 شهر او كان 11 شهر تقريبا قبل ما سافرت تمام.
فلك ان تتخيل ان تصريح العمل ينتهي في شهر مثلا 5 او شهر 6. انا مش فاكر بالظبط اول عقد عمل كان اول تصريح عمل خلص امتى. طيب مشكله ده في ايه؟ مشكله ده ان حتى لو الشركه جددت لك، هما بيجددوا لك في الاخر. حتى لو الشركه جددت، ففي الحاله دي انت ورقك بيكون في الحكومه، فطالما يعني قدمت تصريح عمل، تصريح العمل الاولاني خلص وقدمت على واحد جديد وانت جوه كندا، فانت بتبقى موجود في حاجه كده اسمها امبلايد ستاتس، اللي هو انت ليك الحق اللي انت تقعد في كندا وتشتغل في كندا وتكمل مع الشركه اللي انت فيها وكل حاجه، بس مش هتعرف تخرج بره وترجع تاني. تمام؟ لو خرجت بره مش هتعرف ترجع تاني. فبيقولوا يعني هم كانوا بيقولوا لنا يعني في الشركه اللي هو احنا هنقدم لك بس ما تخرجش بره كندا، لان لو خرجت مش هتعرف ترجع تاني، وهنعيد بقى البروسيس من البدايه خالص. تمام؟ فطبعا كان فكره ان الفيزا تنتهي وتصريح العمل ينتهي وكل حاجه تنتهي على وقت النزول، فطبعا بيخليك انت مش عارف تتحرك، انت مضطر، انت تحت رحمه الفيزا تخلص امتى، تيجي امتى، كل الكلام ده على حسب. طيب فدي كانت المشكله الثالثه. فاللي هو انا جيت بتصريح عمل والدنيا كانت تمام وسهله جدا، وانا اساسا لولا تصريح العمل ده كان زماني اساسا ما عرفتش اجي كندا خالص، ولا كان بالنسبه لي كندا دي هتبقى حاجه بعيده جدا يعني لو كنت بفكر في الهجره في يوم من الايام. فدول الثلاث حاجات. طيب عشان انت بقى ما تغلطش الغلطه بتاعتي دي، لو انت جاي مثلا على تصريح عمل، وفي ناس كتيره بتيجي على تصريح عمل من صحابي يعني في المجال بتاعي، فلو انت جاي على تصريح عمل وانت عايز تقعد تكمل هنا في البلد، من اول يوم ما تيجي على المقاطعه اللي انت نازل فيها، سواء يعني اغلبنا بينزل على اما مونتريال يا اما فانكوفر، عشان هم دول اكتر مدينتين فيهم الشركات اللي احنا بنشتغل فيها يعني. فلو انت مثلا جاي بتصريح عمل، تمام، اول حاجه تعملها لو انت مثلا جاي على مونتريال، شوف ايه البرنامج المناسب اللي انت عايز تقدم من خلاله، وابتدي اشتغل عليه من اول يوم. والله العظيم انا في ناس اصحابي بيجوا اول لما بيجوا، يا جماعه اهتموا بواحد اتنين تلاته. اول حاجه طبعا اللغه، شوف انت متطلباتك ايه. اللغه، اعمل ذاكر اللغه واعمل امتحان اللغه وكل الكلام ده، اللي انت محتاج تعمل امتحان لغه حتى لو انت جوه كندا وعندك خبره كنديه والكلام ده كله عشان تقدم على الاقامه. رقم 2، لو انت شهادتك لسه ما قيمتهاش، عملت لها تقييم اللي هو بتاع ويس ده، اعمل التقييم وامشي فيه. حتى لو انت مش محتاج الشهاده قيمها، ما تعرفش الظروف قبل ما تيجي تقدم هتكون اتغيرت ازاي، والنقط زادت، النقط مش عارف ايه. اعمل الشهاده حتى لو انت برضو مش محتاج، قيمها، مش هتخسر حاجه، شويه فلوس مش مشكله، بس خليك في الامان. تمام؟ تالت حاجه، خليك متابع البرامج، يعني عايز اقول لك يوميا، يوم بيوم، تابع الاخبار، اعرف البرامج الجديده. لان وانا في مونتريال كان في حاجه كان قال لك ايه، ان انت لو عندك خبره في كيبك لمده في كندا لمده سنه، كيبك ولا كندا مش فاكر والله، لو عندك خبره في كيبك تقريبا لمده سنه ومعاك فرنساوي B2 في السبيكنج والليسننج، تقدر تقدم على CSCQ وتاخدها في خلال تقريبا شهر او شهر ونص، حاجه زي كده، بعد كده تقدم على الاقامه. الكلام ده في اول لما انا جيت. القانون ده اتغير تقريبا 2020 باين او 2019، اخر 2019 قال لك لا، لازم تقعد 24 شهر، لازم تكون اشتغلت 24 شهر في اخر 36 شهر. تمام؟ فول تايم. فالقوانين بتتغير، فاول لما تيجي كل اللي تقدر تعمله اعمل. طيب بالنسبه طبعا لموضوع التذاكر بالنسبه لموضوع الاجازات والكلام ده، طبعا دي حاجه ما نقدرش نعمل فيها اي حاجه. يعني انت على حسب، لو تقدر انت تظبط امورك، لو انت جاي زياره او لو انت جاي تصريح عمل، حاول ان انت تخلي لو انت معاك اسره يعني معاك اولاد، حاول ان انت تخلي الفتره اللي هي بتاعه الاجازه تصريحك يكون شغال يعني. تمام؟ طيب انا ليه اتاخرت في الاقامه كل ده؟ بسبب ان انا جيت ما اهتمتش بكل الكلام اللي انا بقوله لكم ده. انا جيت اشتغلت عادي، كنت مفكر برضو اللي هو زي ما الناس ما بتقول انت لو جيت كندا خلاص انت ضمنت الاقامه. لا، لو جيت كندا ما انت ما ضمنتش الاقامه ولا حاجه، انت لازم تشتغل ولازم تذاكر انجليزي ولازم او فرنساوي يعني على حسب المقاطعه، ولازم تعمل كل الحاجات اللي انت تأهلك اللي انت تدخل في برامج الهجرة. فده اللي اخرني. ولما بدأت اذاكر ولما بدأت ان انا يعني بدأت اللي انا عملت الامتحان كذا مرة وجبت ارقام كبيرة وبتاع، جت السحبة اللي هي بتاعت لو اللي متابع منكم الهجرة يعني، بتاعت اللي هي 75 نقطة دي،
كنت انا واحد من الناس دي، برغم كان سكوري ساعتها كان 400 حاجه و30، وكان السحبه اللي قبلها كانت كام؟ كانت 441 او حاجه كده. فاللي هو كان كل مره بتقل 7 نقط او حاجه لما كانوا بيسحبوا كنديان اكسبيرينس بس. فجم راحوا واخدين بقى اللي هو انا دفعت فلوس قد كده وقعدت اذاكر قد كده وبتاع، قعدت 3 شهور. طبعا بعد ما مشيت من الشغل بسبب الكورونا، ازمه كورونا، كنا بحكي لكم عنها دي في وقت تاني، كان طبعا من اصعب الوقت اللي عدى عليا في كندا. فاللي هو بعد كل ده اللي هي الاقامه جت كده خلاص، يعني مفيش اي حاجه. بس طبعا الحمد لله، يعني المهم ان الدنيا مشيت تمام وكل حاجه. يعني الهدف في الاخر الاقامه، يعني مش الهدف اللي هو انت تعبت ولا ما تعبتش. بس فدول شويه الحاجات يعني اللي هو من خلال تجربتي المتواضعه بان انا موجود على تصريح عمل. فنصيحتي لو انت جاي على تصريح عمل او دراسه او زياره، من اول ما تيجي كندا اهتم جدا باللغه، اعرف البرامج المتاحه في المقاطعه اللي انت موجود فيها كويس جدا، وابتدي اشتغل عليها. لو في ورق انت محتاج تعمله زي تقييم الشهاده او اختبار طبعا لغه او اي ورق من اي نوع، يعني البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه بيحتاجه، ابتدي فيه من اول ما تيجي كندا. متغلطش الغلطه بتاعتي وتقعد 4 سنين مش عارف راسك من رجلك لحد ما الاقامه تجيلك. تمام. بس فده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون لو في اي حاجه مفيده باي شكل من الاشكال. يعني اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.